بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ثم أما بعد. أهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين، أخواتي المشاهدات، مع هذا اللقاء المتجدد مع صاحب الفضيلة فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات. مرحبا بكم فضيلة الشيخ، ربنا يبارك فيك. تعلمون جميعا أننا نتكلم في هذا البرنامج أو نريد أن نتكلم في هذا البرنامج عن الدولة المدنية بمنظور إسلامي، ونحلل كذلك الصور المطروحة على الساحة، ولكن لما نرى من استفزازات وليست استفسارات من الناس. دائما يحاولون استفزاز السلفيين كما يقولون أو الإسلاميين بصورة أعم، خوفا وحسدا من عند أنفسهم. فابتداء سنتناول ما نحن بصدده في برنامجنا، ونتناول بعد ذلك هذه الاستفزازات بين الحين والآخر. فضيلة الشيخ، لدينا تجربة في واقعنا الإسلامي وفي تاريخنا الإسلامي في الدولة المدنية التي يريدها المسلمون. حينما كانت الخلافة فكان النصر وكانت الفتوحات وكان التمكين، وكان كذلك الاقتصاد الناجح والمال الوفير حتى أنه يفيض في بيت المال. فإذا ما أردنا أن نتحدث عن الدولة المدنية في صورتها الإسلامية السابقة، يقولون أننا نرجو دولة الحرية وتكافؤ الفرص والمساواة في ظل سيادة القانون وما إلى غير ذلك. فهل في دولتنا أو في الدولة التي يريدها المسلمون حيث أنها مدنية بمرجعية دينية، هل فيها هذه المصطلحات وهذه المعاني؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد. بداية كلمة دولة مدنية كمصطلح احنا لنا تحفظ عليه. نعم. لأن كلمة دولة مدنية مصطلح على الأقل مصطلح فضفاض غامض. في 70% من المراجع بترجمه بمعنى دولة علمانية. وبالتالي حتى كلمة دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية وإن كان بيقولها البعض، واحنا لا مشاحة في الاصطلاح، بس احنا مش هنقولها. ليه؟ لأن احنا بنخاف، وشوفنا الأعداء ازاي بيحصل مننا حتى على مصطلح وبعدين يطوروا بعد كده. تعالى نتكلم على برضو هم دايما البعض بيهرب من ذكر التفاصيل إلى العمومات والمطلقات. تتكلم على الحرية، على العدالة الاجتماعية، على المساواة، على تكافؤ فرص. وده كلام هتلاقي الشيوعي بيقولوا، الاشتراكي بيقولوا، الرابرالي بيقولوا، الديمقراطي بيقولوا. لا، انت كلمني ازاي هتحقق المساواة، ازاي هتحقق ازاي هتحقق الحرية. تعال اديك مثال. احنا عندنا في الاسلام بنقول حرية، بل احنا بنزعم ان الاسلام هو الدين الوحيد والمنهج التشريعي الوحيد اللي بيعطي حرية حقيقية. وبزيد على كده واقول السلفية على اعتبار انها الفهم الصحيح للاسلام هي المنهج الوحيد اللي بيدي للناس حرية. ليه؟ لأن أنا عندي سلطة واحدة مطلقة تحكم الجميع وثابتة. فهذه السلطة المطلقة الثابتة بتحكم الحاكم والمحكوم، الكبير والصغير، وبالتالي بالفعل يبقى كل الناس بعد كده أحرار. فهذه السلطة هي السلطة التشريعية، الشرع النازل من عند الله تبارك وتعالى. يبقى احنا هنقول حرية. احنا بنقول حرية ليه؟ لان ما خليتش رجال الدين يتحكموا في الناس. هيقول لك طب ما انت عندك رجال الدين هم اللي بيفسروا الدين. بقول له هديك مثال صغير جدا. دخل المدرس بتاع العلوم مثلا بتاع 6 ابتدائي، يفتح بالجهاز الدرس بتاع الجهاز التنفسي ويسميه الجهاز الهضمي ويبتدي يشرح. هيلاقي الاطفال اللي في السن ده يعترضوا عليه. بمعنى ان التصور ان يوجد شارح ياخد متن وينحرف بيه طالما المتن متاح، وفي ناس عقلاء ما بيلغوش عقولهم وما بيخلعوش عقولهم على الباب
ولا بيقولوا حدثني قلبي عن ربي كبعض المناهج المنحرفة، ولا بيقولوا أصل المجمع الفلاني ده بيجي له إلهام وجواه الروح القدس. طالما ان انا بقول ادي النص اللي احنا كلنا ملتزمين بيه، وانت راجل بتزعم انك اكثر فهما للنص اكثر، وهتشرحه في قواعد الجميع يفهمها، وبالتالي هيبان. فاحنا بنقول ان احنا عندنا نقول لا، هي دي الحريه الحقيقيه، لان في نص واحد يحكم الجميع، هذا النص اتى من عند الخالق، الا له الخلق والامر. طيب حد بيقول اذا هي دي الحريه، ولكن معلش بس انت قلت بحرمه الخمر، وقلت ده الخالق اللي قال، يبقى في قيود لكن القيود من اين اتت من عند الخالق. الا يعلم من وهذه القيود غير انها اتت من عند الخالق، ما هو الله تبارك وتعالى متصف باسماء وصفات، احنا بنقول الامور مرتبطه ببعض. ما انت كما انه هو الخالق، فاذا هو المالك، هو المتحكم فيك، هو المدبر. وفي نفس الوقت انت عارف ان هو الحكيم العليم الخبير الرحيم، اللي قال في صفة رسوله صلى الله عليه وسلم: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فأنت من جهة تانية متأكد أن القيد ده مش محطوط غير عشان يمنعك مما يضرك، وأنه المحرم إما أنه هو ضرر محض، وإما أنه في نفع وضرر لكن ضرره أغلب. ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهم. طيب هناخد مثال يوضح القضية. يبقى احنا عندنا حرية، احنا بنقول في الإسلام عندنا أعلى حرية ممكنة، وإن كل عبد في الدنيا عارف القيود اللي مفروضة عليه من جهة عليا مطلقة وثابتة، ويقدر يعرفها دوما من أول يوم. معلش يا فضيلة الشيخ، الجهة العليا ديت طبعا حضرتك قلت إنها التشريع من عند الله عز وجل، وليست الكنيسة احنا عندنا ليست هي الأئمة الأربعة ولا الصحابة، لا هي الله عز وجل. ده حتى احنا بنقول ايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ وما على رسولنا إلا البلاغ المبين. يعني انت لما بتقول انا همتنع من دي، عبودية لله، حتى لو كانت ثابتة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، عبودية لله واتباعا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. انت هنا بتقول ايه؟ الحرية مقيدة بقيود من عند الله، تثق انها من عند العليم الخبير، مش بيجرب فيك. ما احناش فيران تجارب، لا ده احنا واثقين ان هو ده الشرع من عند العليم الخبير. تعال شوف في التانيين هيقولوا ايه. لك لا، ده انا عندي الحرية اوسع من عندك. مطلقة. لا، ما فيش في الدنيا حرية مطلقة. صح. ما فيش في اي نظام سياسي. بص، كلمة حرية مطلقة تتعارض مع كلمة سياسة، تتعارض مع كلمة دولة. اصل يعني ايه دولة؟ هم في السياسة بيعرفوا الدولة، يقول لك ان يتنازل كل فرد عن جزء من حريته للدولة حتى تنظم له المجتمع. فاذا ما فيش كلمة دولة تساوي حرية مقيدة. الليبراليين اللي هم اكتر ناس بيتشدقوا بالحرية والكلام ده كله بيقولوا لنا ايه؟ انت حر ما لم تضر. هيقول لك شفت بقى، انت عندك انت حر ايه؟ ما لم تخالف الشرع، وانا عندي هي. لا مش هي. هيقول لك ايه؟ انت عندك في الاسلام حرمت عليه نقطة خمر، بينما في الليبرالية بيقول لك ماشي، انت شايف الخمر غلط، انت راجل داعي انصحه، لكن الدولة لن تحرم عليه الا حالة السكر البين في الطريق العام، لانه ساب له الحرية لغاية اخر لحظة، بيبالغ في الحرية الفردية لغاية ما تصطدم انها هتجيب ضرر مباشر بالمجتمع. طيب اقول له طيب سيدي، انا هقارن من عدة جهات. اولا، انت حر. تحريم الخمر كشريعة الهية كل مسلم عارفها من اول ما بيعرف عقله. اما انت حر ما لم تضر، مستني برلمان يحددها. طب البرلمان ده حددها وقعد 5 سنين ومشي، جاء برلمان تاني قال لك لا، مش السكر البين في الطريق العام، دي بدايات السكر، ده كذا ده كذا. طب انا هستنى بقى تشريعاتي يحكمها مين فاز في الانتخابات؟ انا النهارده اعيش في ظل نظام رأسمالي لو مثال تاني، واعمل استثمارات بالمليارات، وبعدين يسقط دول، يجي اشتراكي يقول لي ده انت حرامي وانت وانت وانت، او العكس او كذا. طيب مش في ناس اتأممت منها شركاتها ممتلكاتها في ظل النظام الاشتراكي، وبعدين اتباعت تاني في ظل نظام ليبرالي؟ طب هل هو ده اللي احنا عايزينه؟ طيب خلينا في مثال الخمر اللي احنا بنقوله. هم قالوا لا، احنا قلنا يا انت حر ما لم ايه ما لم تضر، واحنا ماشيين لغايه هنسيبه ويعمل اللي هو عايزه. انت راجل شيخ انصحه زي ما انت عايز.
لكن الدولة في منظورهم لن تتدخل إلا عند السكر الباين في الطريق العام. أقول له طب يا عم أنت الخمرة بتلعب بالعقل. الراجل ده شرب أول كيس، طبعا ده نسكافيه الحمد لله بس يعني برضه المشاهدين يعرفوا أنتوا بتشربونا نسكافيه الحمد لله، وفي نفس الوقت يعرفوا مش لأي حد ده. اتفضل. أول كاس الراجل شربه لعبت أول الخمر كاس بعقله. خمرة مش نسكافيه. أول كاس خمرة. كيف تستطيع انك تقول له الان بعدما بدأت النشوة تدب ده خد بالك ده انت حاطط المواطن الغربي في اختبار في غاية الصعوبة. نعم. ايه هو؟ انه الان هينتقل من مواطن شريف صالح الى مجرم. انت اذنت له قلت له مع اول كاس انت لسه مواطن شريف، ومع التاني انت لسه مواطن شريف. اللي التاني ده هيفقده القدرة على قياس اثر الثالث هيعمل فيه ايه وهينقلب. ولذلك تلاقي الجريمه دي مين بيتعرض لها هناك؟ اساتذه جامعه وسياسيين واعلاميين. بياخد الكاس الثالث والرابع كل واحد بقى حسب قدرته ويدخل في الجريمه ويتحول من مواطن صالح الى مجرم. طب وبعدين؟ بعد كده كمان انت فشلت اهو. هم فشلوا في تطبيق الحد اللي هم حطوه لنفسهم. هم قال لك انت حر ما لم تضر. ولقينا 50% من الناس بيوصل الى حد ضرر الاخرين. لان الراجل اللي سهران في البار او كده وراح مزود دخل في الحد المسكر نزل يقود العربيه هيضرب هيعمل. اول سبب من اسباب الوفاه في الغرب قياده السيارات تحت تاثير مسكر. امريكا عاشت فتره كبيره من حياتها اكتشفت انت حر ما لم تضر بتاعتهم في قضيه الخمره. تساوي تحريم الخمره اصلا. قعدوا 14 سنه يحاولوا يحرموها تحريم تام كما في الاسلام. فشلوا. دي النقطه الثانيه. فشلوا ليه؟ لانه ما عندوش السلطه الفوقيه العليا. لانه ربى الناس على انه الفرديه والانانيه بلطجه الفرديه. فاذا فشل. راح راجع تاني مضطرا انه يقول انت حر ما لم تضر. هي السكر البين في الطريق العام. الكلام ده احنا في مصر بفضل الله مش شايفينه رغم ان القانون بتاعنا نسخه في الحته ديت من القانون الفرنسي. ليه؟ لان عندنا دين. وده يدينا الحته الثانيه لما بقول الشريعه الاسلاميه ما بنقولش القانون بس. لاننا ايه اللي حامي مصر الى الان؟ الجزء الذي يطبقه المجتمع من الشريعه الاسلاميه وان لم يكن موجود في القانون، والجزء اللي موجود في القانون من الشريعه الاسلاميه. فاحنا مش حاسين قوي بمفاسد عدم تطبيق الشريعه لان في اجزاء كتيره من القانون خالف فيها الشريعه الناس بتطبق فيها الشريعه. الناس مش مستنيه الشرطي يروح يقبض عليها وهي بتسكر. الوازع الديني. وده جزء من الشريعه. انا بقول الشريعه بنعني بها المفهوم الشامل اللي هم النهارده برضو بره بيكلمني على ايه؟ بيكلمني على الدوله وعلى المجتمع المدني اللي حضرتك اشرت اليه. احنا لما نيجي نبص للنظام السياسي في الاسلام هنلاقي ان كل الاعمال التي تقوم بها الدوله يسمح بل يفضل ان يقوم بها الافراد فيما يعرف في الاصطلاح المعاصر بالمجتمع المدني. مش اختراع هم هيجيبوه النهارده. على ذلك تلاقي الفقهاء يقول لك ايه بعد ما يذكر واجبات الدوله واجبات كثيره جدا بس يقول ومما يختص به الامام جر العساكر الى الجهاد واقامه الحدود. يعني كل الواجبات الكثيره دي ايوه هو يقوم بها اصاله لكن لا يمنع غير ان هو يقوم به من تعلم العلم وتعليمه والافتاء والحسبه. ونكن إقامة الحدود ده اللي هي الأمور التي تجر يعني تؤدي إلى شجار ونزاع أو دماء أو نحو ذلك. فيبقى احنا بنتكلم هنا هم بيجرونا إلى مساحات من معاني مطلقة الحرية وكأن الإسلام هيبقى فيه كبت وفيه كذا وفيه. هو ممكن يدي مساحة حرية أعلى لكن مساحة حرية هي في حد ذاتها ضنك وشقاء ومضرة وفوضى. هي فوضى في المجتمع. وأنت كونه في الخمر جه قال هيحرم قانونا السكر البين في الطريق العام ومش هيحرم مبدأ شرب الخمر. هو كده ضر الشخص نفسه وعطاله فرصة أنه يتحول إلى مجرم بسهولة جدا وضر المجتمع ككل. لأنه لما بيتحول لمجرم
بيتحول يعني الى من باب برضه الحريات، نائب رئيس الوزراء بيقول ان ممكن تكون لابسه مايوه اكثر حشمه واحتراما من المنتقبه، يعني باي مبدا. لا انت دايما بتجيب حاجات ظريفه، حاجات خايبه يعني جدا. لا اصل هو يعني والله مش ظريفه، يعني حته اكثر حشمه دي عجيبه مش عارف شويه. حشمه منين يعني هو ممكن أو يكون احتراما منين يعني. لا هو بص، دعك من التصريحات المستفزه، لكن انت الان بتجرني للاجابه على شبهه. وهي ان ودي شبهه بقى غير اصل هو الراجل ده يعني مش عارف هو دي كده تركيبته. يعني هو دايما بيسمي خصومه انهم ذوي عقول ضلمه. فطبعا يبدو العقول الضلمه ما بتقدرش تعرف ان الحشمه بتتناسب عكسيا مع مساحه المساحه المغطاه من الجسد. يعني هو كل الناس، فدي العقول الضلمه. لكن تعال انا اتكلم بقى على اللي ممكن نسمعه من اخواننا يعني ومن عموم الناس. يقول لك انا اعرف فلانه غير محجبه واخلاقها افضل من فلانه المحجبه، او اعرف كتير غير محجبات محتشمات بس واخلاقهم افضل من كتير محجبات. اقول له طب خلينا، انا دايما المثال يوضح القضيه. انا دلوقتي جوه الامتحان وعندي سؤالين وعندي 3 طلبه، واحد جاوب الاولاني بس، واحد جاوب الثاني بس، واحد جاوب الاثنين. انا اقتدي بمين؟ باللي جاوب الاثنين. فانا بقول الحجاب يعني ستر للجسد واخلاق وحياء، دي دخلها في مفهوم الحجاب، نخليها ان دي جزء من اداب المراه المسلمه عموما، مش انا مشاحه في الاصطلاح، لكن المراه المسلمه مطلوبه بده، مطالبه بده كله. ليه انا افترض دايما ان والله يا اما المحجبه اللي هي تخلت عن بعض الاداب الاخرى، او التي تحلت بهذه الاداب وتخلت عن الحجاب؟ طب ليه دايما انا لازم اخد حاجه سيئه، لازم اخد حاجه معيبه؟ طب ناخد الحاجه التي لا بالضبط كده، الملتحي وغير الملتحي، اخد التي لا عيب فيها. فاذا بنقول لاي حد او اي اخت بتقول طب ما انا بشوف محجبه سلوكها مش كويس وبشوف مش محجبه سلوكها كويس، ولا كوني انت المحجبه ذات السلوك الحسن، وكوني انت الناصحه للاثنين معا. فقولي للمحجبه استكملي ما ينقصك السلوك الحسن، وقولي لذات السلوك الحسن هل تممت هذا الحسن وزينتيه بحجاب. يبقى كده ايه؟ وافقنا. طيب فضيلة الشيخ، احنا اتكلمنا عن شبهة، اول شبهة الحرية ومفهومها في الاسلام مقارنة بالمفاهيم الاخرى في الدول المطروحة. ايضا مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في ظل سيادة القانون. هل موجود في الاسلام تكافؤ فرص، في انصاف وعدالة ومساواة، ولا مفيش؟ يعني في استبداد في الواقع مبدأ والكرباج هيمشي وكده. لا، مبدأ تكافؤ الفرص من أغمض المبادئ في عالم السياسة. ودعني أضرب عنقه والكلام اللي بيتقال. يعني تكافؤ الفرص بنقول يعني إيه تكافؤ الفرص؟ هم عندهم بيعنوا بتكافؤ الفرص أن النظام السياسي للدولة لا يتيح لأبناء دين معين أو أبناء جنس معين أو بأي معيار آخر فرصة أكثر من التي تتاح للآخرين. ولكن مثلا في النظام الليبرالي هم بيعترفوا أنه الذي ورث مالا، بل أن ولاة الليبراليين، وأنا بقول دايما الليبراليين في مصر بيتكسفوا، ما أنا بقولها كده يعلنوا مبادئهم. صحيح. بيتكسفوا يشرحوا الليبرالية. صحيح. ليه؟ لأن هي فيها حاجات مخجلة جدا، وإحنا بنقول لهم يا إخواننا إحنا الكلام ده ما يعني إيه، ما جبناهوش من عند وهم مسكوا مره لاحد اخواننا الدعاه انه قال ايه الليبراليه يعني انه يخلوا والدتك تخلع الحجاب. فقال لك بص مش فاهمين الليبراليه. طب يا اخوانا ما انتوا اللي ايه اللي ضنيتوا علينا بشرحها. ومع ذلك هو لما قال كده، ما انا عندي رموز ليبراليين زي ما انت قلت كده اهو. بيقول مش عارف لباس البحر افضل من النقاب، بمعنى ان الليبرالي يجي عند الحجاب ويتحول الى قمه الدكتاتوريه. احنا عندنا وزير الثقافه السابق. قبل وزير الثقافه ناخد الاتصال معانا الاخ احمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. مرحب بالشيخ عبد المنعم. مرحب بحضرتك. في استفسار، ملاحظه غريبه قوي اليومين دول، يعني بتحصل اليومين دول. بعض الدعاة الليبراليين اللي اصلا بيقولوا يعني ايه بالنادي بفصل الدين عن الدوله، بنجدهم في هذه الايام لهم برامج دينيه،
يعني مثلا عمار علي حسن يستضيف جمال النهارده، اسمه جمال البنا ده ولا جمال قطب ده ولا اسمه ايه ده؟ جمال قطب يقول له لابد نشيل الايات اللي فيها ارهاب، يعني ويل للمطففين دي فيها ارهاب فلابد نشيلها. يرد عليه يقول له طب انت رايك ايه؟ قاعدين يستخفوا بينا، انتوا بتقولوا مالكمش دعوه بالدين وعاوزين نصل الدين، طب انتوا مالكم مال الدين؟ اسمه ايه التاني ده؟ اسمه ابراهيم عيسى ده برضه بيقول لك فصل الدين. ابراهيم يقول لك فصل الدين. طيب انت عامل لي مقال قد كده في الاهرام في الاخبار عن فصل الدين، وعامل برنامج ليه وبتتكلم عن الدين. ايه فكرهم بالنسبه لدي؟ واوباما دلوقتي هم يعيبون في المشايخ ان هم بيتكلموا دلوقتي في السياسه، ولا يعيبون في انفسهم انهم يتكلمون في الدين. هم اللي بيستخدموا الدين في السياسه. نعم. المشايخ بيستخدموا الدين للدين. نعم. لله. هم بيستخدموا الدين في السياسه. دي نقطه. والنقطه الثانيه اوباما دلوقتي طالع يقول انا مش هستجيب للضغط الفلسطيني للاعتراف بالدوله الفلسطينيه. هو اوباما ده مين اصلا عشان يضغط ولا يستفيد من الفلسطين؟ يعني بيقول مش هنسال في الضغط الفلسطيني للاعتراف بالدوله الفلسطينيه. هو مين اللي يعترف بمين؟ نعم. ده احنا اللي مش معترفين بيكم. صحيح. جزاكم الله خيرا. جزاكم الله خيرا يا شيخ احمد. الاخ احمد بيسخننا مش عارف التسخين جاي من بره والله ما اعرفه. هو حصل ظاهره عجيبه جدا، ان معظم ودي اشار اليها حتى الكاتب النصراني رفيق حبيب، ان كل اللي هم خصوم للماده الثانيه من الدستور وخصوم لقضيه تطبيق الشريعه اذ فجاه وكأن هناك من ضغط على زر فأصبحوا جميعا يقولون المادة الثانية من الدستور خط أحمر. الواحد يعني يقول يعني هل تسلفت مصر بين عشية وضحاها؟ ما هو خير بلا شك. واحنا مش عايزين، لا بس هم مش قصدهم كده، مش عايزين نشكك ولا حتى نقول للناس طب انتوا امبارح كنتوا بتقولوا ايه. بس تعالى شوف بقى عايز يقول ايه. ده عايز يعتبرها حاجة أشبه كده هوية عامة، يعني مش إن هي في تشريع ولا لا، ده هو زي ما بيقول كده هيبتدي يتكلم على روح الشريعة. كل واحد له مسلكه بقى. واحد يتكلم على روح الشريعة، واحد يتكلم على كل واحد يوصف الفيل من اتجاه آخر. جمال البنا طبعا قرآني معروف. طبعا لا، الخاطر القرآنيين هنا في إيه؟ قوله تعالى ونزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. إذن القرآن محتاج شرح. القرآن فيه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولكن لا فين الصلاة؟ فين وصف الصلاة في القرآن؟ إذن القرآن لابد لكي يتم يبقى مع السنة، ولا هتلاقي أوامر مجملة مستعصية على التفسير. كويس. وأحل الله البيع وحرم الربا، لازم السنة عشان أحرم إيه؟ الربا. القرآنيين بيعملوا إيه؟ بينفي، أو هم طبعا مش قرآنيين، ولا لو كانوا قرآنيين كانوا اتبعوا السنة، كانوا اتبعوا القرآن حيث قال وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. حذف السنة. لما تيجي تقول له الربا يقول لك الربا ده كان زمان وخلص. طب تقول له طب عايز اشوفه اللي كان زمان ده، ما يمكن ما خلص، ما يمكن الى اليوم نفس التعامل اللي القرآن سماه ربا وحرمه يكون موجود لغايه دلوقتي، بس بصورة ثانية. نعم. لا كان زمان وخلص. طب يجيب لك بقى من كتب التاريخ، من كتب الادب، من دماغه كله الا كتب السنة. طب كتب التاريخ في طريقة ثبوتها اضعف بكثير جدا من كتب السنة. صحيح. لكن هو استبعد السنة لغاية ما هيخلي لك الربا ده شيء كان في قريش، حصل مرة حتى في حياتها وما حصلش تاني. وهو آخر المحرمات من القرآن، والآيات دي كلها نزلت في شيء ما كانش هيعيش في المجتمع غير سنة ولا اتنين أو ما عاش أصلا، وهكذا في كل شيء. فإذا هم حتى لا يصادموا عواطف الناس وعقائد الناس قالوا لا احنا مع الشريعة. دلوقتي كلهم بقوا مع الشريعة، لكن الشريعة عنده لا خطام لها ولا زمام. فضيلة الشيخ معلش هقول له ايه بقى؟ لا، في لجنة تقنين الشريعة تبع الأزهر. أيوة. اعترفت ان في شريعة. نعم. وقننتها وموجودة في أدراج مجلس الشعب. يبقى في شريعة. وبتتكلم في أبواب المعاملات. يعني قبل الحديث عن الشريعة معلش تليفون معانا من زمان. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا أخي طولنا عليك، اتفضل. أخوك في الله حسام. اتفضل يا أخو حسام. برحب بضيف حضرتك الكريم. يا مرحبا. وأحب أن أسجل احترامي الشديد
لقناة الحكمة، على الرغم ان انا ما كنتش متابع قبل كده جزاكم الله لاي خيرا. قناة دينية. واحنا نحب نسجل تقديرنا لك يعني. جزاك الله خير الله ان شاء يكرمك. الله. جزاكم الله بس خير. حضرتك انا ليالي نقد وارجو ان يتسع صدركم له. اتفضل. وانا بتكلم ان يجعله الله سبحانه وتعالى اذا كان صالحا ان يجعله في ميزان حسناتي ان شاء الله. امين يا رب. حضرتك مفترض ان الوقت هنحاسب عليه. نعم. استثماره في ايه هنحاسب عليه. استثمرته في ذكر الله، استثمرته في طاعة الله، نعم. سيجازيني الله خيرا. نعم. وإن كان على العكس فسوف يجازيني الله به شرا والعياذ بالله. نعم. حضرتك في إعلان بيأتي في القناة تحميل ألعاب ورنات وكذا وكذا وكذا. حضرتك مش يعتبر ده مساعدة للآخرين إن هم يحملوا ألعاب يقوموا يستثمروا وقتهم في غير ذكر الله سبحانه وتعالى؟ جزاكم يا الله ريت خيرا. إذا كان في شبهة إن القناة تمتنع عن هذا الأمر. جزاكم الله خيرا. ان شاء الله نرفع هذا الامر لاداره القناه، ولكن ممكن لو يلعب ويذكر الله وهو بيلعب ممكن يا شيخ ولا ما ينفعش؟ ضيوفكم سلفيين زياده عن اللزوم. انت الاخ باين عليه سلفي زياده عن اللزوم. جزاكم الله خيرا والله، يعني نصيحه وان شاء الله نرفعها لاداره القناه. هو طبعا تعقيب. احنا لا ننصح يعني احد انه يضيع وقته الثمين. ربما تكون الاطفال ولكن ربما يكون للاطفال هي لو انها لعبه مباحه وقليل نعم. وشيء قليل كالملح في الطعام. نعم. فان شاء الله ما يكونش فيه بأس. جزاكم الله خيرا اخ حسام. فضيله الشيخ، تكافؤ الفرص والمساواه كنا بنكمل. فاحنا عايزين نقول ان هم موضوع تكافؤ الفرص يعني هم بيقعدوا يقولوا فيه كلام ما فيهوش فيه. فضيله الشيخ معلش، هو الناس لما بيعرفوا ان حضرتك موجود الاتصالات بتبقى زياده. انا ما اعرفش اتكلم. فاحنا ما هو نعمل ايه بقى؟ المداخلات لحضرتك. الاخ محمد ودخلاتكم يعني مغريه بانها تتسمع. ربنا يبارك فيك. اتفضل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخ محمد. طبعا تحياتي للمهندس عبد المنعم الشحات. الله يبارك فيك. وبس عاوز اقول له ان انا بشعر بغيره كراجل اسكندراني اني محروم من رؤيته في اسكندريه طول ما هو في القاهره. طب ما تتفضل تيجي القاهره. هو عموما برضو انا بتنازل عن حقي في اسكندريه عشان النفع العام بس. المسلمين اللي بيستمتعوا. جزاكم الله خيرا. الناس المحترمه زي امثالكم يعني. ربنا يبارك فيك. المهندس عبد المنعم الشحات. الله يبارك فيك. اولا طبعا انا على فكره انا لا انتمي للتيار السلفي. طب ليه كده؟ ولكني كمسلم سلفي. طب ما هو احنا عايزين كده، ما ده المقصود. زي ملايين المسلمين. نعم. صح كده. الحمد لله. نعم. اللي عاوز اقوله يا باشمهندس عبد المنعم، انتم اخطاتم خطا جسيم يوم 19/3 وما قبلها في الاستفتاء على التعديلات. ظهرت اننا كمسلمين مناش كبار غير مشايخنا ودعاتنا. ذهبنا للتعديلات وقلنا نعم عن قناعه موضوعيه وقانونيه وايمانا منا بان هذه التعديلات سليمه 100%. وانا كراجل محامي افهم هذا. نعم. ولقد رايت للاسف الشديد كبار ما يسمون بفقهاء دستوريين بيضللوا الشعب. ويعني ما علينا عشان نتجاوز هذه النقطه. عاوز اقول يا فندم اننا كمسلمين بسطاء، انا من العوام، انا من عوام المسلمين، لست داعيه او عالم اسلام كما المهندس عبد المنعم الشحات واخواته. عاوز اقول يا فندم اننا جميعنا اسلاميين. اسلاميين، ولكن في ناس مش فاهمه، في شباب مش فاهمه بيخدعوا من يعني انا طبعا برضه عشان مش يعني حافظ للاسف يعني القران كويس. عاوز اقول يا فندم ما معناه ان ناس بيخدعهم معسول الكلام. نعم. معسول الكلام. ومن اجل هذا يا فندم انا ارجو يعني التعامل مع الناس بابسط العبارات عشان يفهموا ان كلمه مدنيه هي مشتقه من علمانيه. دي حقيقه يا فندم فعلا. خلي بالك يا استاذ محمد، حضرتك الى الان ما قلتلناش الخطا فين. ايوه يا فندم، لان الناس كلها فعلا نتيجه لقيام بعض. يعني احنا مقصرين مثلا او المشايخ مقصره ان هي توضح رؤيتها؟ لا يا فندم، لا يا فندم، العفو يا فندم. طيب انا قصدي اقول ان مشايخنا وعلمائنا فهمونا ان في حمله
على الاسلام بالفعل، ودي حقيقه. كان في قصد واتجاه عام بإلغاء المادة الثانية. أنا طبعا فاهم إن ما كانش ضمن التعديلات، ولكنها كانت الهدف الأكبر فيما بعد. عشان كده يا فندم ظهر إننا الحجم 77% من الناس راحوا، كتير جدا من الناس راحوا علشان نثق في مشايخنا وعلمائنا، لأنهم قالوا روحوا كواجب إنساني، يعني واجب وطني، واجب وطني. روح نعم، بس نعم ليه؟ عشان الاستقرار، نعم عشان نعرف نصر من رجلينا والخطوات اللي نمشي عليها، وعلشان البلد تستقر. شوف النهارده مشايخنا كلهم وعلمائنا بيقولوا ايه على التهدئه بيننا وبين الاخوه المسيحيين او النصارى، وللاسف هم دعاتهم وكبارهم بيقولوا ايه وبيولعوا البلد ازاي. القصد يا فندم احنا قلبا وقالبا وايمانا منا خلف عقلاء وهم الاغلبيه العظمى في علمائنا، ونسير خلفهم وندعمهم وهم في المقدمه. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. وصلت رسالتك يا شيخ محمد. هو لما قال يعني الاخطاء قصده يعني يعني هو من باب يعني تبسيط، عايز يبسط المعلومه شويه. هل اخطانا، كانه هو بيوجه السؤال الاخير، هل اخطانا ان احنا قلنا راينا والناس اقتنعت بيه؟ هل احنا مسؤولين؟ الناس خافت فعلا، هم خافوا، الليبراليين وغيرهم العلمانيين خافوا. هل هم الليبراليين زعلانين؟ هو دلوقتي الليبراليين اصل بص الليبراليين هم كم في المية يا شيخنا؟ يعني 1 ولا نص في المية؟ الليبراليين الليبرالية هي شقيقة الديكتاتورية، واللي بيحصل ده دلوقتي ومحاولة الالتفاف على إرادة الشعب، والشعب اختار التعديلات الدستورية اللي فيها الدستور الجديد يتعمل من لجنة تأسيسية يختارها مجلس الشعب والشورى. هم عايزين يعملوا لجنة تأسيسية معينة. نعم. ليه؟ لأن هي الليبرالية اسمها الليبرالية الدستورية، إنه يجي في مرحلة كتابة الدستور ويصمم إنه يعمل دستور ليبرالي، وبعد كده نمشيها ديمقراطية، يسيبها بقى براحته. فإذا هي دي المشكلة. فهو في الواقع الأول قال نمشيها ديمقراطية على أساس إن الجماعات الإسلامية يعني لسه طالعة من ضغط أمني وهو عنده ما شاء الله 30-40 قناة فكان هم يعني حسبتهم ان المعركه مضمونه. احنا بندفع ثمن اختيارهم لمنهج مصادم للشريعه، واختيارهم وثقتهم المفرطه في النفس بلا مبرر. فهو دلوقتي بينتقم مننا احنا عشان هو اخطا الاختيار ثم اخطا الحسابات. زار اخوه اسكندريه يعني ما شاء الله. معانا الاخ احمد عاشور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. لو سمحت يا دكتور، بس كنت عايز اكلم الباشمهندس. كنت عايز اوضح حاجه. اتفضل يا دكتور. يعني حاليا دلوقتي في اتجاه جامد جدا لنشر الفكر العصراني. يعني لما ناس كتيره بتطلع تتكلم يقول لك ان السنه متقسمه كحديث تشريع وحديث خبري، ويلبسوا على الناس الامور ويقولوا لهم ان المسلمين والمشركين سواء، وامور بهذا الشكل كتيره، ان عقد الذمه اتلغى لموت احد اطرافه، وهم بيدلسوا على الناس المسلمين بقله العلم بدينهم. فده خطر كبير يا دكتور. يعني زي الدكتور محمد سامي العوا واحمد كمال ابو المجد ودول كتير جدا، ودعواتهم منتشره وللاسف ليهم اتباع كتيره بسبب قله علم الناس. فالواجب علينا ان احنا نبين الحاجات دي دلوقتي. حاضر والله بنبين. يعني هو حتى الشيخ يعني لما موضوع ان هو يقول لك ان حديث خبري ويستند والكلام فعلا يخدع، يستند لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم في تلقيح النخل في المدينة وحاجات مثل هذه الامور، ويقول ان مش كل السنة تشريعية، ويقول ان احاديث الاحاد لا تؤخذ بها في العقيدة، وحاجات فعلا محتاجة وعي للناس. جزاكم الله خيرا يا اخي. اضف الى هذا يعني اليوم في جريدة الشروق سعد الدين ابراهيم كان عامل جلسة افتتاحية لجنة هيكون منها بعض الملفات التنموية. هو صاحب مركز ابن خلدون، وطبعا معروف سعد الدين ابراهيم والقصه اللي كانت بتاعته ايام الحكم السابق. لا هو طبعا قصته الاولانيه ان هو كان مشرف في سنه الدكتوراه بتاعت السيده سوزان الثابت. واللي بعد كده السيده سوزان الاولانيه. وبعدين بعد كده يعني حصل مغضوب عليه. نعم.
بعد كده حضرتك جالس الآن بيقول إن الثورة قد خطفها السلفيون، وأدائهم بيصف الأداء كده ويقولوا وقد وصف أداء السلفيين بأنه أداء متخلف وغير سوي، يعني أداء متخلف وغير سوي. وبقول للشباب طبعا اللي قاعد قدامه أغلبهم شبهه، فبقول لهم لو في واحد منكم سلفي يقوم يناظرني ويقوم يكلمني، فليته يسمع الآن. فنحن ندعوه لمناظرة أو للقاء مع فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات، وليأتي بكل شبهه ونعلمه إن شاء الله أمور دينه بإذن الله عز وجل. لا احنا هنجيب الثورة معانا، ولو هو أثبت لنا احنا خاطفينها نديها له هو. يعني أصل هو حتة خطف الثورة دي هو أولا معلش أنا ما بحبش الإيه، هو دلالة الاقتران في الأصول قراءة دلالة ضعيفة. نعم. بس برضه ما يعني احنا كنا بنتكلم مع الدكتور العوا والدكتور أحمد كمال أبو لا هو في فرق طبعا فرق كبير، فرق كبير جدا. لكن تعالى برضه لأن هي المدرسة دي دلوقتي والله مدرسة نشطت. حاضر بعد إذنك يا شيخ محمد، اتفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته. أكيد من اسكندرية ولا منين؟ اتفضل. مرحبا بحضرتك والدكتور عبد المنعم. يا مرحبا، الله يبارك فيك. يا مرحبا بحضرتك. بس أنا كنت بس عايز أتفق مع الدكتور عبد المنعم لما قال فعلا إن الليبرالية ما هي إلا ديكتاتورية حديثة. إن هو الأستاذ فهمي هويدي برضه كان كتب مقال قال إن هم الليبراليين أو العلمانيين اتعودوا في ظل النظام السابق إن هو الإسلاميين مقصيين خالص من الساحة. فبالتالي هم عايزين نفس المنطق يرجعوا له تاني. إن برضه يبقى الساحة فاضية والإسلاميين مقصيين. اللي بيدل على كده ان لما حضرتك مثلا بيجي برنامج عايزين نتكلم عن السلفيين، انا ما بشوفش حد سلفي موجود يقول لك مش عارف الباحث الفلاني في شؤون الجماعات الاسلاميه، لما يجيب واحد سلفي ويا ريته باحث، ده هدام والله مش باحث. انا ما اعرفش، انا بحس والله ان هم مثلا اللي باحثين دول بيطلعوا مثلا حلقتين في برنامج والثالثه ببلاش عاملين اوفر مثلا. ابص الاقيه الصبح وبالليل. لا الحلقه ب 75 قرش. فالموضوع مستفز. ثاني حاجه برضه المفروض برضه يبقى في وقفه شويه في موضوع الاخبار اللي بتيجي كذب في كذب. يعني مثلا امبارح اقرا في جريده المصري اليوم مدرب المحله هيستقيل بسبب تهديدات السلفيين. يتصلوا بمدرب المحله يقول لهم لا ده البلطجيه، انا ما قلتش السلفيين ناس محترمه وبتوع ربنا. طب معلش المفروض يبقى في اجراء قضائي في خبر زي كده. يعني انت دلوقتي هنتكلم فيها والله. جزاك الله خيرا. جزاك الله خيرا. الحاجات دي بتعمل مشاكل. اتفضل. جزاكم الله خيرا. فضيله الشيخ مع الكلام ده يعني الاخوه هم اللي بيفتحوا لنا بس خلينا نتكلم على حديث تأبيد النخل لانه مهم جدا. اتفضل. ولان انا طبعا انا بفضل يعني كنا نتمنى ان يبقى في حوار مع هذه المدرسه، وهو فيه طبعا بس يعني ليس على وسائل الاعلام. نعم. ولكن لابد بقى ما دام الكلام برضه بيتقال في الاعلان، حديث تأبيد النخل حديث صحيح، وفي ان النبي صلى الله عليه وسلم سالهم عن تأبيد النخل وقال تأبيد النخل طبعا ايه النقل اللقاح من الذكر الى الانثى. فقال ارى انكم لو لم تفعلوا لاثمرت فلم تنتج الا شيصا. نعم. يعني ما انتجتش. فلما كان في العام القادم قال انتم اعلم بشؤون الدنيا. طبعا انا عايز اقول انه عندنا في القرآن وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي الله. نعم. احنا بنقول دايما الرجوع الى الكتاب والسنه بفهم سلف الامه. ليه؟ هل اقوال وافعال النبي صلى الله عليه وسلم عبر سني البعثه كلها 22 سنه كانت هي اللي في البخاري ومسلم وكتب السنه السته وكل كتب السنه؟ اكيد كان بيقول ضعوا الطعام، ارفعوا الطعام، تعالى، زي ما اي الكلمات المباحه او السلف كان لديهم حاسه التمييز. نعم. بين الشرعي والطبعي. نعم. فدونوا الشرعي وتركوا الكلام الذي لن يفيد الامه انهم ينقلوه لهم. حصل هنا لبس لدى النقل او لدى انه توهموا ان ده من الايه؟ من الشرعي. نعم. زي ما حصل للصحابه في غزوه بدر لما نزل عند هذا الماء البئر. نعم. ممكن يكون الوحي انزلك الله اياه. نعم. فاذا في مره حصل لبس وسالوا. نعم. يعني كان هناك تردد هل ده وحي ولا لا. نعم. في مرة ظنوا ان ده وحي. ايوه. ثم اتضح انه ليس وحيا. نعم. نقول الدليل الحديث ده رد عليهم. اذا كل الاحاديث الاخرى نعم. اللي ما حصلش فيها هذه المراجعة تساوي انها وحي وتساوي انها من الدين. أيوه. يبقى ما ينفعش يبقى احنا اعلم بشؤون دنيانا، يبقى كل ما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من الدين. طبعا. وما عدا نحن اعلم بشؤون الدنيا، وقدر الله تبارك وتعالى
ان هذا الامر من شؤون الدنيا، وفي قواعد عامه، ان هذا الامر من شؤون الدنيا يتكلم فيه النبي صلى الله عليه وسلم ويظنه من شؤون الدين، او ياخذه بنصيحته الدنيويه ثم يبين لهم ان هذا من امر الايه؟ من امر الدنيا. لا يمكن ان نظن بدين الله تبارك وتعالى انه غامض او متناقض او مستعصي على التطبيق. احنا هو دلوقتي لما يقول ان احاديث تلقتها الامه بالقبول و14 قرنا الامه تعمل بها على انها دين، هو هيجي النهارده يقول لا دي كانت من الدنيا، يبقى بينسب الشرع الى الغموض والتناقض وغير ذلك مما ينزه عنه الشرع. اذا هذه الواقعه حصلت نعم، ولكنها تؤكد لنا ان ما سوى ذلك هو من الدين. بالضبط زي واقعه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المسجد وصلى وجاء جبريل في نعله اذى فخلعها فوضعها في جنب. الصحابه عملوا ايه؟ خلعوا نعلهم مثله. فبعد الصلاه قال ما لكم خلعتم نعلكم؟ افتكروا ان ده ايه؟ ان الوحي جاله دلوقتي وحرم عليه الصلاه في النعال، لان الزمن كان زمن تشريع، فبين له النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا ليس تشريع ولكن كان بسبب كذا. هذا كله يؤدينا للاطمئنان. ليه الصحابه قالوا لنا الكلام دوت؟ عشان نطمئن الى الباقي ونفهم. اذا كل ده يدينا اطمئنان ان ما سوى هذه الوقائع اليسيره المنقوله هو من الدين الثابت الذي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ الدين. معنا اتصال محمد اسكندريه. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. اهلا وسهلا. يا مرحبا. السلام ليك والشيخ عبد المنعم، ربنا يثبته يا رب مواجهه يعني التيار الليبرالي والتيار العلماني ده. الله عليك السلام. الله يبارك لك. انا عندي كذا سؤال. اول حاجه انا بشتغل في شركه عالميه، فانا معايا نصارى كتير ومعايا كمان ناس يعني ذوي افكار ليبراليه يعني ليبراليه وعلمانيه والى اخره. ايوه. فدلوقتي في اسئله كتير جدا بتتسال، مثلا لو وصل الى سده الحكم واحد اسلامي، لو حصل ربنا ان شاء الله يعني يكرم ويحصل الكلام ده، كيف يطبق الشريعه على الارض؟ يعني احنا في ظل هذا الزخم، تمام، ازاي تطبق الشريعه على الارض؟ في كذا مخالفه موجوده او مخالفات كتير جدا موجوده في مصر، فازاي يطبق الشريعه على الارض بالتدريج؟ يعني ايه هو المنهج لحاجه زي كده؟ تاني سؤال، هل ممكن الاخوه يعملوا على يوتيوب حساب لكل مناظرات الشيخ عبد المنعم شحات ومداخلاته مع القنوات المختلفه، سواء القنوات العاديه او القنوات الاسلاميه؟ ثالث حاجه، هل الشيخ عبد المنعم شحات ان شاء الله هيدرس في معهد الفرقان في اسكندريه؟ وانا متشكر جدا ليكم. طيب دي دعايه بقى باجر بقى. هو الاخ اولا بالنسبه لمعهد الفرقان لا اظن ان لديها وقت يعني خلاص بقى يا شيخ يعني الله يعينك. وعلى اي طبعا يعني احنا كلنا جنود في الدعوه، وهناك من يدرس في المعهد وهناك من يظهر في الاعلام، ولو المعهد احتاجني اكيد هكون موجود ان شاء الله. اضطر بقى الغي البرنامج. لا الا البرنامج ده يا شيخنا. بالنسبه لسؤال الاخ قبل الماضي، وانا حاطط سؤال هنا او حاطط استفسار او يعني مساله لابد نشيد بها ونعممها او نطلب تعميمها. المجلس الاعلى للقوات المسلحه بيستدعي رئيس تحرير او النائب العام تقريبا بيستدعي رئيس تحرير الشروق للتحقيق معه في خبر العفو عن مبارك. لماذا لا يعمم هذا الكلام على كل صحفي وكل إعلامي وكل مذيع يتهم السلفيين أو يتهم النصارى بالباطل؟ الواقع كلام كويس جدا، لأن هو لما خطوة جميلة جدا اللي نشر خبر العفو عن مبارك كاد أن يسبب أزمة. نعم. طيب اللي نشر ان السلفيين يفعلون كذا والسلفيين يفعلون كذا سبب ازمات يعني وهناك تعطيل للانتاج وهناك فتنه في المجتمع. فهو بس يعني دايما برضه هيخافوا يقول لك بيحابوا السلفيين. نعم. فخلينا نقول احنا نناشد الاعلام ان يتقي الله. نعم. ونناشد كل مسؤول يجد ان هناك بلاغات، بلاش يعني لو هم بيشتموا في السلفيين بالراحه كده نعم يسيبهم يشتموا. احنا المنهج السلفي بنقول ينتشر اذا هوجب، لكن لو بيحرضوا المجتمع على بعضه. واذا اراد الله نشر فضيلة. نعم. طبعا الاخ كان بيسالنا التطبيق بالتدرج. لا احنا بنقول عند وجود ضرر متحقق من تطبيق شريعه شيء ما من الشرع سوف نتركه من اجل الضروره. يبقى اذا طبعا هو الامر كله افتراضي ان حد اسلامي وصل، وان لو لقينا حاجه الناس مش فاهماها ولو جيت تطبقها عليهم رغما عنهم هم مش فاهمينها، هم اختاروا الشريعه ككل بس جاي تطبق دي
ولكن لا دي مش الشريعه، او دي لو لقيت ان في ضرر متحقق سيقع حينئذ يسعك انك انت تاجل دي. ده من باب الاجابه على السؤال، والا عشان بس برضه الليبراليين ما يزعلوش اكتر ويهيجوا اكتر، لا اظن ان هو وارد ان هو يعني ان حد اسلامي يصل للحكم. ليه مش وارد؟ ليه حضرتك كده بتطمن الليبراليين؟ ما تطمنهمش. وارد هترشح نفسك وارد زي الاخ لو حضرتك لما في واحد في بالمناسبه السؤال موجود برضه. في اخ سلفي اسمه زين العابدين عبد العزيز. السؤال اولا العرض انا اظن ان لا انا هكتب بس حضرتك العرض السؤال او عرض الخبر استفزازي جدا. اول يعني لسه بقى في 30 40 اول واحده ان شاء الله. سلفي يرشح نفسه، موجوده في المصري اليوم. رصيده ايه؟ كاتبين كده رصيده 15 سنه سلفي اخواني، 6 سنين او 6 سنوات سلفي، 3 سنين تبليغي. في الاخر بقى كاتبين ايه؟ انعم واكرم. يعني وكانه بيقول مثلا كان فنان وكان راقص وكان لا مثلا مذيع مغني، وبعد كده انعم واكرم. بيتريقوا بيسخروا منه انعم واكرم. طيب اولا انا اظن ان اسلوب استفزازي عند جدا. قراءتي للخبر ايوه لم اجد فيه ما يشير ان هذا الاخ سمى نفسه سلفي. نعم. لكن هم يبدو ده طبعا عشان ملتحي. الاعلام معلش، كثير من وسائل الاعلام كانت وثيقه الصله باجهزه الامن. فيعني لما الاعلام يقول لك ان مثلا انت التزمت في مسجد كذا، لما تجد مثلا روزا اليوسف تتكلم على تفاصيل ضابط امن الدوله اللي بيتعامل معاك مش فاكرها لانها حصلت في عهد ضابط قبل منه، وبتاع روزا اليوسف فاكرها، يبقى هو معاه ايه؟ معاه الباسورد بتاعت الارشيف عدل. يعني بيطلع منها. فانا بقول انه هو احيانا في اوقات ظاهر الراجل ده ملتحي، عمل مؤتمر ان هو هيرشح نفسه اسف، فراحوا هم مطلعين بقى الهيستوري بتاعه، لقوه بقى كام 15 اخواني و6 سلفي و3 تبليغ. طب ليه ما سووش تبليغ؟ طب هو الاخيره تبليغ. ما هو المفروض يبقى مفتوحه بقى. الاخيره تبليغ. هو عايز يقول ان انا اللفظه بس انا لا هو عايز يقول ان كل مؤهلاته هو العمل في الجماعات الاسلاميه. واحنا عايزين برضو نتفق عشان برضو اتفضل ان احنا بنتكلم على الشروط. لو اختزلناها قوي، احنا كان عندنا شروط كبيره للامامه ومش ده وقتها. فاحنا بنقول ايه؟ عايزين اللي يرشح نفسه يكون يؤمن بالهويه الاسلاميه لمصر، يكون عنده كفاءه ونزاهه. الكفاءه دي ليس كل صاحب مشروع اصلاحي عنده كفاءه لقياده الدوله في حجم مصر. انا عندي النظام الدستوري في مصر بنظام رئاسي حتى الان، ويبدو انه لن يتغير. بمعنى الرئيس في ايده اوراق كتيره جدا. الرئيس هو اللي المفروض بيقود الجيش. حاولوا يقلصوها شويه يعني. الرئيس هو اللي بيقود الملف الخارجي، الرئيس بيشرف على الملف الداخلي وفي الاقتصاد ومعضلاته. فيا ريت احنا بنناشد جميع الناس الكويسه اللي عندها افكار اصلاحيه يقيم نفسه كشخص وكخبره وكعلاقات. برضه ما انا ممكن يكون عندي افكار كويسه جدا، علاقاته باجهزه الحكم، علاقاته بالعالم الخارجي، عشان برضه ما نكترش عدد المرشحين على الفاضي. اللي بيصحى من النوم بدري بيروح يرشح نفسه. لا مش بدري لسه، ده لسه الباب ما اتفتحش. ده احنا عبل ما الباب يتفتح ممكن تلاقي كل الشعب 85 مليون. الله انا لا اريد ان اقلل من شأن، والا فهذا الاخ الكريم محامي بالنقد. يعني هو الراجل لما جه يقدم نفسه ان هو محامي بالنقد، بينما الجريده تعمدت تدس عليه حاجه هو ما قدمش نفسه بيها. هو الراجل لما هو مش حق كل واحد ان هو اللي يقدم نفسه للناس، رغم ان الاخوان اعلنت ان مفيش مرشح للرئاسه. انا بقول بس يعني بغض النظر عن هذا الشخص الكريم، بحب اقول لكل اخواننا اللي لديهم غيره على الاسلام لازم قبل ما يقول انا هرشح نفسي يبص لكفاءته في المحاور الثلاثه دول. والكفاءه معناها درايه وخبره ومشروعات مستقبليه وقدره على اختراق عش الضبابير زي ما بيقولوا، ومعرفه الملفات القديمه تتجاب منين وتروح فين الى اخر هذا الكلام. الامر الاخر فرصه في النجاح. طب افرض هو راجل كويس جدا بس فرصه في النجاح مش معروف، شبه معدومه. طب ليه احنا يعني عشان احنا كده اوجدنا ماده يعني دول ده يسخر وده يسخر وده يستهزأ وده يعمل، مع ان معلش يعني هات لي المرشحين التانيين ايه مؤهلاتهم؟
طب الراجل ده ما هو الراجل ده 15 سنه اخوان و6 سلفي و3 تبليغ، يعني بس هو مؤهل عالي زي الباقيين. يعني هتلاقيه راح اثيوبيا والحبشه ويعرف عدد المسلمين هناك ويعرف المراكز الاسلاميه. ده التبليغ بقى. انا ممكن اجيب له يعني مزايا اعلى من واحد عاش طول عمره في بلاد الامريكان. يعني ممكن نعتبره المرشح السلفي بقى؟ لا ده انا بقى يعني نوع من نعم. انت ليه اعتبرته كده؟ يعني ما اعتبرتش، لكن في النهايه استخفاف بالناس ده. بننصح بالموضوعيه في اللي يقدم نفسه وعلى اي عشان هم اعتبروه من ضمن السي في بتاعته انه عنده 6 سنين سلفيه. الدعوه السلفيه ليس لها مرشح للرئاسه الى الان. لا، لن يكون لها. لن يكون. ايوه. وانصار السنه اعلنت كذلك، واظن الاخوان برضو اعلنوا كده. نعم. فيا ريت يشوفوا له وصف تاني، مثلا يخلوه يعني مرشح الطرق الصوفيه. يعني ما اعلنوش الصوفيين احتمال يرشحوا يعني ولا لا ما اعرفش. هو يعني شوفوا عايزين يسيبوه للدين، يشوفوه اي حاجه ثانيه يسموه مرشح القانونيين. طب ليه ما سابوش يعني حقوقي مثلا مرشح القانون على اي يعني. طيب. هو طبعا تعمد السخريه وتصوير الدين بالسطحيه، وهم عايزين حته اللي برضه عايزين نقولها. اتفضل. دايما عايزين يصوروا اللي احنا بنقول. حكايه محمد النهارده كل المتصلين اسمهم محمد. ناخد الاتصال ده طيب. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل يا اخ محمد. الشيخ عبد المنعم، اهلا وسهلا بحضرتك، والله مشرفنا في الحكمه، والاخ المذيع برضه. ربنا يبارك فيك. الله يكرمك. الله يكرمك شيخنا. حضرتك والله ربنا يكرمك على مجهوداتك في الرد والتعبير عن راي السلفيين وكده، جزاك الله خيرا. بس انا ليا طلبين. اتفضل. ارجو ان حضرتك تلبيهم لي يعني. اتفضل. اول حاجه، انا بزعل نفسي حضرتك دايما بتقول انا متحدث الرسمي عن الدعوه السلفيه بالاسكندريه. انا اتمنى من الله ان تشال اخر كلمه وتبقى متحدث. لا احنا بنشيلها. انا يعني احيان كتيره بضيف ان انا على صله بكل الرموز السلفيه، وهم فيما اظن يعني يرضون عن كلامي، بس انا عشان يبقى الكلام دقيق يعني بنقول كده. استفضل. جزاكم الله خيرا. يعني ان شاء الله هتبقى يعني المتحدث الرسمي بالنسبه للسلفيين كلهم. نتمنى. نسال الله ذلك. انت عايز تورطنا ولا ايه؟ في ايه؟ انت منين اول؟ يعني انا عايز اعرف. اصل الفكره فكره كمان ان الشخص المتحدث الرسمي مش شرط بس العلم الشرعي. نعم. هو يلزمه لازم يكون زي ما الشيخ ما شاء الله عبد المنعم بيتميز، عنده خلفيه سياسيه طبعا. هو عموما انا اللي اقدر اقوله اداره الحوار وكيفيه اداره الحوار. اللي انا اقدر اقوله فعلا ان انا يعني تقريبا معظم رموز السلفيه في مصر انا يعني بحاول استطلع ارائهم دايما، وهم في درجه توافق في ما اقوله من اراء ويعتبرونها تعبيرا عن الرأي. شيخ يعني هذه المساله يعني قبل ان ندخل على المفتي يعني كانت ملحه جدا بالنسبه لي. ان يا ريت يبقى في مؤتمر عام يجتمع فيه يعني الرموز السلفيه، سواء كانوا الدعوه السلفيه باسكندريه او الرموز المستقلين، ان دايما اقول الرمز مستقل. كلنا نجتمع ونتفق على لجنه او هيئه من كبار علماء المشايخ السلفيين غير الاكاديميين، يعني غير الازهريين، ويبداوا يتفاعلوا مع شيخ الازهر او مع المشيخه او مع الازهر، ويبقى في شيء من التنسيق وتوحيد الصف، يبقى في رؤيه للناس بدل في درجات من ذلك يعني. يعني في يعني عشان ما يبقاش في الشتات اللي جاي دلوقتي يعني. ان شاء الله الاحد القادم بعد يومين الدكتور ياسر برهام يستضيف الدكتور محمد يسري في درس الاحد في الاسكندريه. ما شاء الله. وهو كان قبل اسابيع استضاف الدكتور محمد عبد المقصود، ويعني بفضل الله العلاقات جيده ما فيش شك والتنسيق او التشاور على الاقل في المواقف موجود، وانا اسال الله تبارك وتعالى ان يكون هناك ما هو افضل من ذلك. معانا الشيخ عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا مرحبا. ازيك يا استاذنا، ربنا يبارك فيك. يا مرحبا. اسال الله العظيم ان يرضى عنا وعنكم وان يسترنا واياكم. اللهم انا لي اقتراحات. اتفضل. وانا العبد الفقير عبد الرحمن عويس، متخصص في القراءات العشر بالازهر الشريف. اتفضل. ما شاء الله. اول حاجه، النهارده الهجمه شرسه منظمه جدا. نعم. على الدعوه السلفيه اللي هي اطهر دعوه في الدنيا. ليه القائمين على الدعوه ما يرفعوش قضايا في المحاكم ضد القنوات اللي انتوا عارفينها؟ ليه؟
دي مسألة مهمة جدا، بقالي 3 أيام بغلي ومش عارف أكلم حد. المسألة الثانية وهي في غاية الأهمية، إن روى الدارمي بإسناد حسن والقصة معروفة أن أبا موسى الأشعري رأى قوما في المسجد يجلسون يذكرون الله بطريقة معينة. معايا حضرتك؟ تفضل. فلم ينكر عليهم وذهب إلى ابن مسعود والقصة معروفة. السادة العلماء بيقولوا لم ينكر عليهم لأنه يجد من هو أفقه ومن هو أعلم. النهاردة الشباب المتحمس بيتصرف من تلقاء نفسه دون أن يرجع إلى المتخصصين. نعم. فلابد أن نركز كدعوة سلفية على منهج السادة الصحابة. يعني احنا سعداء جدا ان حضرتك ازهري وحريص على الدعوة السلفية. ده اكبر اعلان ان السلفية هي جزء من الازهر، او هي تفاعل بين العلم الشرعي والواقع، يعني شيء فعلا. يا سيدي الفاضل، الدعوة الشعب المصري كله شعب على منهج السلف الصالح. صحيح. السلف الصالح هم السادة الصحابة الكرام وآل البيت ومن تبعهم بإحسان. نعم. والآيات في ذلك كثيرة جدا. أنا كنت دائما أقول لمشايخ الدعوة السلفية قولوا بصوت عالي نحن على منهج السلف. أنا مرة دعيت لأنصار السنة في السويس من 6 شهور، فبقول للشيوخ أنا النهارده هتكلم عن السلف. قال لي اوعى تجيب سيرة السلف هنا في السويس. الله أكبر. مع ان انا بفضل الله كنت احاضر احيانا في القنوات الارضيه قبل الثوره، وكنت اصدع واقول مذهب السلف كذا والسلف كذا. جزاكم الله خيرا، ربنا يبارك فيك. كان في قبل الثوره تخاذل شديد او خوف او حياديه، فلما جاءت الثوره العلمانيين انتهزوا الفرصه، فاصبح الناس لا يدرون مذهبهم ومنهجهم. حضرتك يا شيخ عبد الرحمن لعلك رأيتني وأنا أبتسم، لأن نفس الكلام اللي حضرتك بتقول عايز ترفع قضايا. أنا كنت عايز أكلم الشيخ. يا ريت يا فضيلة الشيخ، يا شيخ أنا يعني أول مرة أقولها، أنا كل شيوخي في الأزهر من العلماء الكبار كانوا صوفية، لكن بفضل الله عز وجل كنا حريصين كل الحرص على ألا نحيد عن مذهب السلف. بل كان لنا علماء صوفية كبار وأشاعرة كانوا يقولوا لنا بالنص كده مذهب السلف أسلم. نعم. دي درسناها على كل الكبار في الأزهر الشريف. جزاكم الله خير. فأرجو من الشيخ عبد المنعم يركز في القصة دي بالله عليه. حاضر. لازم ترفع مش دعوة بس، ده أنا عاوز القنوات تتحد علشان يلموا توكيلات من الناس، يفاوضوا 20-30 محامي ب 200-300 ألف توكيل. كان معانا الوقت على الهواء محامي يعني. معايا حضرتك؟ حاضر. قبل ما اختم الله يبارك فيك. والله شيء مهم، اتفضل. قبل ما اختم، ويا ريت الشيخ يكتبها ويا ريت معاليك تكتبها. أنا كاتبها. انت عارف حضرتك ان التمكين على نوعين، صح كده؟ تمكين اللي جاء في سورة النور، وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. صح كده ولا غلط؟ صحيح. اتفضل. غلط. شروط التمكين دي اللي هي رقم 1 دي لم تحقق، نحن لم نحققها كمصريين. أيوه. يجي النوع الثاني من التمكين اللي هو قوة الظلم، وأن الظلم يبلغ الذروة، وأن الاستضعاف يكون على أشده، فيأتي المن من الله رب العالمين علينا. وده جاء في سورة القصص، إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. طيب الشاهد، الله يبارك فيكم، أنا آسف أطلت سامحوني. الشاهد هذا التمكين الذي من الله علينا به يدعونا إلى فرح واطمئنان أم يدعونا إلى قلق؟ يقول السادة العلماء هذا يدعونا إلى قلق لقوله تعالى قالوا أذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، سورة الأعراف آية 89 تقريبا. معلش شيخ عبد الرحمن ربنا يبارك فيك يا شيخ محمد، الوقت معانا بيداهمنا ومعلش إن شاء الله نكمل في لقاء قادم إن شاء الله، يبقى فيه مداخلة يعني. احنا نقول شكر التمكين الذي من الله علينا به نتيجة لبغي الظالمين، مع أننا لم نقم بواجبات التمكين الأخرى، هو أن نقوم بهذه الواجبات. وهذا اللي أراد أخونا المتصل. نسأل الله عز وجل أن يمكن الإسلام والمسلمين، وإن شاء الله نرجع الحديث عن المفتي في اللقاء القادم. وقبل أن نختم لقاءنا نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يمن على أخينا الأستاذ ياسر شكر بالشفاء العاجل، ونهنئ أخانا كذلك فضيلة الشيخ كمال بيومي بنجاح العملية، سائلين الله عز وجل أن يتم شفاءه
وأن يعيده إلى أهله سالما غانما، اللهم أمين. ونشكر في نهاية هذا اللقاء لصاحب الفضيلة فضيلة الشيخ عبد المنعم الشحات، ونشكر لكم إخواني المستمعين على حسن استماعكم ومشاهدتكم واستجابتكم لنا واتصالاتكم، سائلين الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم، وإلى لقاء قادم إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.